السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا يا رب تكونوا بخير وبألف خير. اللهم ارحم موتانا واشفي يا رب مرضانا. الأستاذ الإعلامي الكبير عمرو أديب قال تعبير أنا شخصيا شايفه حقيقي. قال لك الحكومة نملت. حضراتكم عارفين يعني إيه الحكومة نملت؟ يعني أصبحت عاجزة. واتكلم إن المواطن مساب أو متروك لوحش الأسعار بينهش فيه. ده حقيقي. الأستاذ عمرو أديب راجل صادق. حضراتكم الوضع النهاردة أصبح مع المواطن أكتر من إعباء وراء إعباء. حياة قاسية بيعيشها المواطن، مش عارف يلاقيها منين ولا منين. يقول بكرة إن شاء الله تتعدل، ويجي بكرة أسوأ من اللي قبله. الناس يا إخوانا ماشية تايهة، الناس ماشية بدون عقل، الناس مش عارفة نفسها ده حلم ولا واقع. بس للأسف ده واقع مرير. الأستاذ عمرو أديب حضراتكم زي ما أنتم عارفين دايما كان يقدم مبررات، دايما يحاول يصيغ عباراته بشكل منمق، يصيغ عباراته بشكل دقيق، وبيحاول لأنه إعلامي ذكي. محدش ينكر إن عمرو أديب ده إعلامي كبير وإعلامي ذكي. لكن لما يوصل ويقول إن الحكومة نملت، لا يا أستاذ عمرو، هي أكثر من نملت. الحكومة النهاردة أصبحت عاجزة، وأصبح المواطن في وادي والحكومة في وادي. الضحية النهاردة أصبح المواطن. حصوله على كيلو رز أو كيلو بصل أو أي سلع أساسية أصبح يؤرق حياته، أصبح بيسبب له إزعاج، وبيسبب له حالة من عدم الاستقرار الأسري. احنا مش بنتكلم حضراتكم عن سلع مش أساسية، مش بنتكلمش عن سلع مثلا ممكن الاستغناء عنها. احنا النهاردة بنتكلم عن سلع استراتيجية، سلع أساسية، سلع غذائية الناس بتعيش بيها. رز، زيت، سكر، بطاطس، بصل، الناس بتعيش كده. طبعا موضوع اللحمة الناس نسيته من زمان، بتحاول تعيش. لكن النهاردة أصبح الموضوع خارج التحمل. لا يمكن الوضع يستمر كده، واحنا قدرتنا على التحمل نفذت. لقد نفذ رصيدنا من التحمل. وزي ما قال الأستاذ عمرو أديب الحكومة نملت، إذا الحكومة نفذ رصيدها. ومعنى نملت أنها أصبحت عاجزة وغير قادرة على التحرك، وهذا حقيقي. والضحية هنا المواطن. ربنا يرفع عنا هذه الغمة، وربنا يزيح عن الشعب المصري، ووفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.